يا مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. شوفوا احنا عملنا النهارده ايه. عملنا النهارده كنافه بالمانجا، ولا اروع من كده. دي طريقه لبوار في الكنافه، واللي هيقول لي عرفت ازاي هقول لكم هي طريقه لبوار في الكنافه. يلا صليتوا بينا على النبي كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده كان كبير، حاولت ان انا اسرعه على قد ما اقدر واصغره لكم خالص، لان طول ما احنا شغالين انا وسما وعلاء بننقر في بعض. اول حاجه هنقول بسم الله ونجيب نص كوبايه ميه ونفرغ فيها كيس جيلي مانجا ونحطه في التلاجة في الفريزر. ده مبدئيا قبل ما نبدأ خالص في اي حاجة. تمام. كنت بوريها بس لسما المانجا ما كانتش عاجباها. المانجا دي مانجا نعومة بيبقى فيها لحم كده حلوة وكبيرة. يبقى احنا جبنا كيس الجيلي ونص كوباية مية ضربناه حلو حلو وعنا في التلاجة. دي كوباية مانجا انا عصرها علشان اعمل بيها الكريم شانتيه في الاخر، بعمله بالمانجا. ده الشربات اللي هنسقي بالحاجة بتاعتنا. نص لبن بودرة، نص مانجا، ونص سكر بودره. دول بلخبطهم على بعض واعملهم شربات واسقي بيهم الكنافه بعد ما احمرها. نص لبن بودره ونص مانجا خام من غير سكر، ونص سكر بودره. 3 بيتلخبطوا على بعض كده. وبعد لما بنحمص الكنافه في السمنه البلدي بنضيف عليهم الشربات الجميل بتاعنا ده. هنا بقى بدات ان انا اقطع المانجا. قلت خلينا كل حاجه قدامكم، وسرعت زي ما قلت لكم على قد ما اقدر عشان ننتهز الفرصة. لازم المانجا اللي احنا هنزوق بيها تكون جامدة، ما تكونش مستوية. بحاول ان انا اقطعها على قد ما اقدر قطع صغيرة، كلها قطع قطع قطع. اكل حبة واعمل حبة، اكل حبة واعمل حبة. دي مانجا طبعا ما ينفعش نسيبها كده من غير ما تعدي علينا بالساهل. هنقطع كل المانجا بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. واهم حاجة لازم تبقى جامدة. خدت المستوية عملتها كوباية عصير في التلاجة علشان اعمل بيها كريم شانتيه، والتانية عصرتها علشان الشربات. كده خلصت المانجا اللي عندي. انا طبعا لو انت هتعملي في الصينيه المقدار بقى اللي انت عايزاه. انا المره دي عملت في البولات او اللي هي المطابق الصغيره، عشان اغير كل سنه بعملها لهم في القالب البايركس. قلت اغير السنه دي. كنت جايبه شعله من على النت، ما اعرفش شغاله ما هيش شغاله، مش عارفه اتعامل معاها. قلت سيبها بعدين اتصرف. خدت السمنه البلدي وخدت الحله بتاعتي علشان ابدا احمص الكنافه اللي انا خرجتها من الفريزر وكسرتها على البوتاجاز. رحنا كده زي ما احنا شايفين، جهزنا حاجتنا كلها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي سمنه بلدي برضو المقدار اللي يعجبك. عايزه تحطيها في قالب وتحطي عليها السمنه وتدخليها الفرن تتحمص براحتك، بس انا عامه بحب ان انا اعملها كده. عندك زبده وسمنه ماشي، بس كل ما حطيتي فيها سمنه بلدي كل ما ضربت في الدماغ وكان طعمها جميل. ده صراحه يعني مش هكذب عليكم. تمام. هنقول بسم الله كده وناخد الحله بتاعتنا بقى ونروح على البوتاجاز. سما بدات تساعدني، بدات تقلب. المفاجاه ان انا جيت اكب الكيسه لقيت الكنافه كبيره. بدات ان انا طبعا وهي على البوتاجاز بدات ان انا اهرسها بايدي، فوقفت الكاميرا ورجعت شغلتها تاني. قلت لها يا سما قلبي، لازم طبعا ايدك مستمره علشان ما تتحرقش. لقيتي سمنتك قليله، حطي حبه كمان. هي تقريبا النص كيلو هياخد كوبايه سمنه او 3/4. هجهز الشربات اللي انا هسقي بيه الكنافه بتاعتي. نص كوبايه السكر البودرة، ونص كوباية المانجا الخام، ونص كوباية لبن البودرة. هنقلبهم على بعض، هيطلعوا ريحة جميلة جدا جدا جدا. اديتهم لسما تقلبهم وبدأت ان انا اقلب في الكنافة بتاعتي. ايدك مستمرة في الكنافة عشان ما تتحرقش منك. الحاجة اللي فيها سمنة روحها ضعيفة وهتتحرق منك بسرعة. والخلطة بتاعتنا جاهزة اهي، اللي هنحطها على الكنافة وهي سخنة. تمام كده الكنافة بتاعتنا خلصت. ولعنا في البيت والدخان ملا البيت كله، طبعا مش هكذب عليكم. والخلطه بتاعتي دي بتتحط على الكنافه بتعمل ريحه رهيبه، ريحه جميله جدا. اخف واحلى واطعم من العسل اللي احنا هنحطه عليها. جربوها زي ما انا بقول لكم كده وهتدعوا لي. هنقلب الخلطه بتاعتنا كلها مع بعض لغايه ما الكنافه تشرب الخلطه اللي احنا حاطينها. شايفين الجمال؟ بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. خلصت كده خلاص، واتقلبت تقليبه جميله. في نفس الطبق الفاضي جبت كوبايه كريم شانتيه، وجبت من الفريزر بتاعنا كوبايه المانجا اللي انا عاملاها علشان اضرب فيها الكريم شانتيه. شايفين انا بعملها بمانجا. حطيت الاول 3/4 كوبايه عصير المانجا. المانجا دي انا ضربها بسكر لان الكريم شانتيه عندي ما فيش فيه سكر. الكوبايه الاولانيه اللي انا حطيتها شربات ما كنتش حاطه فيها سكر، كانت خام. دي فيها سكر. بدات ان انا اقلب اقلب اقلب. طبعا احتجت بقيه الكوبايه، ولقيت برضو الكريم شانتيه جامد معايا. جبت حبه ميه كده من الفريزر وحطيتهم، غسلت بيهم الكوبايه وكبيتهم على الخلطه بتاعتنا. كنت بدوها، بس هي طبعا جامده جدا وكانت بتلزق. شوفوا
الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. حبه ميه متلجين وحطيتهم على الخلطه بتاعتنا، وبدانا ان احنا نقلب في الكريم شانتيه بتاعنا. طبعا بما اننا بنعمل بالمانجا فاستسهلت وحطيت كوبايه المانجا دي بتعمل شغل جبار. جبت المعلقه وظبطت الدنيا، وهنا عندي ايه؟ عندي خلصت خلاص الكريمه. الكريم جاهز اهو، وكل حاجه جهزت عندي كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا ان احنا نرصص بقى. طالما كل حاجتنا كده جهزت، الكنافه اتحمصت والكريم شانتيه جاهز، والجيلي اللي انا حطيته في الفريزر جمد معايا لان انا حاطاه في نص كوبايه ميه بس. هنا كان السما وعلاء بيضربوا في بعض بره، بس الحمد لله ان انا شلت الصوت وسرعت لكم الفيديو لانه كان كبير جدا، كان تقريبا 20 دقيقه. ونجيب المانجا بتاعتنا من التلاجة، وكل سنه زي ما انا قلت لكم بعمل في القوالب، السنه دي هعملها في المطابق الصغيره. كده خرجنا المطابق بتاعتنا من النيش دي من الآثار يا جماعه. المطابق بتاعتنا جاهزه اهي. خرجنا المانجا اللي احنا مقطعينها، كنت مخبيها عشان العيال ما ياكلوهاش، والكريم شانتيه، والكنافه جاهزه معانا، والجيلي جاهز معانا. حطيت في الكوبايه من تحت زي ما احنا شايفين كده حبه كريم شانتيه. بصي ظبطي بقى زي ما انت عايزه ورصصي زي ما انت عايزه، ده حاجه ترجع لك انت. انا حطيت طبقه كريم شانتيه وحطيت فوقيها طبقه كنافه مضغوطه زي ما انتوا شايفين كده. بضغطها كده زي ما اكون بعملها في صينيه، وبعد لما بضغطها بحط عليها كريم شانتيه تاني من فوق. ما اقولكوش بقى الكريم شانتيه بالمانجا، واو واو واو. حطينا المانجا على الوش، وبعد ما حطينا المانجا بتاعتها على الوش جبت بقى جبت الفرشه بتاعتي وبدات ان انا ادهن بيها. بيدي لمعه جامده وبيدي شكل ولون حلوين. وهنا كان عندي كريس في التلاجة قطعته وزينت بيه الكنافه من على الوش. وكان فاضل عندي شويه حاجات كده، عملت لهم شويه وسيحت لهم في الميكرويف حبه شوكولاته، وعملت لهم كنافه بالشوكولاته بعيدا طبعا عن المانجا. اللي عايز بالمانجا ياكل، واللي عايز شوكولاته ياكل. شوفوا العظمه بتاعتنا، والله العظيم احلى من اي كنافه بالمانجا هتشتريها من بره. وجربي واحكمي بنفسك. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، بصراحه والله العظيم جباره. لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. قناتنا على اليوتيوب ام عمر وابو عمر، صفحتنا على الفيسبوك ام عمر وابو عمر. تابعونا هنكبر بيكم ان شاء الله. وقولي رايكم في الكنافه بتاعتنا النهارده ايه. الفرح اللي عندنا بدأ يا جماعه الحمد لله بعد ما خلصنا الفيديو. مش عارفه من الصبح منتج الفيديو ده من صوت الفرح اللي جنبنا. ربنا يفرحكم يا رب. بصوا الجمال، بصوا دوقوا الطعم وقولوا لي رايكم ايه. مستنيه رايكم في الوصفه الجباره بتاعتنا دي. زي ما بيقولوا كده دي كنافه لبوار من لبوار معرفوش، بس انا جربتها مره واثنين وثلاثه وعشرة، ومن وقتها وانا معتمده الطريقه دي ما بغيرهاش. بصوا الجمال، والله عايزه اقول لكم ان هي قاعده ما قعدتش ساعه. سلام.